السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم غندير معكم واحد الدجاج اللي هو محمر، اللي تنحتاجو لواحد المقدار ديال الزيت، وغنزيدو هنا واحد المعلقه ديال الملحه، فالملحه حسب الذوق. غنزيد واحد المعلقه ديال السكنجبير، هنا عندنا معلقه ديال القزبور مطحون، وعندنا معلقه ديال الخرقوم، هذا خرقوم بلدي، وهنا راس معلقه ديال لاباديان. من بعد تنزيد واحد الحبيبات ديال الهيل او قاقله. عندنا هنا واحد الدريسات ديال الثومه. هاد الثومه هادو فهما دريسات كبار، غادي نحكهم على الحكاكه او نديرهم في العصاره ديال الثومه. صافي من بعد من غادي نحك هاد الثومه هادي، غادي نخلط دوك التوابل كلهم. من بعد غادي نزيد واحد القطره د الماء غير باش يطلقوا لي هذوك التوابل المذاق ديالهم، حيت هاد الدجاج هذا فغادي نرقدوه واحد المده ديال الوقت، يا اما ليله كامله او نرقدوه من الصباح حتى الوقيته ديال وسط النهار اللي غادي نبغيو نطيبوه. غنزيد واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. من بعد غادي نزيد واحد المعلقه تقريبا كبيره ديال الحامض مصير وهو مقطع رقيق. وهنا ملي تندير الحامض مصير فراه تنقص الملحه، ما تنديرش الملحه كثيره. هنا غادي ندير القطع ديال الدجاج في داك لاصوص او في هذاك التوابل انهم باش يترقدوا. فكيف سيعرف الجميع فان ملي تنرقدوا واحد اللحم او واحد الدجاج فيعني تيجيه واحد المذاق مغاير، حيت ياخذ الحق ديالو في التوابل، فيعني تيمتص كل دوك المذاقات ديال التوابل. صافي تنقلبوا هاد القطع ديال الدجاج في وسط هذيك القامه. من بعد واحد الوقت تندير واحد البصله مقطعه قطع رقيقه، فانا ما درتهاش في الاول ديال التتبيل ولكن درتها ملي بغيت نطيب الدجاج. من بعد تنزيد واحد المعلقه ديال الخرقوم، حيت كما تنعرفوا الخرقوم ما تيطلقش الصفوريه ديالو، هذا علاش تنضيفوه من فوق اللحم. من بعد تندير واحد القياس ديال الماء او ديال لاصوص، تنسدو عليه يطيب واحد الوقت. من بعد تندير واحد شويه ديال الزيتون اللي هو زيتون مسلله. تندخل هذوك القطع ديال الدجاج يتحمروا شويه في الفران، نديروهم في طبق ديال التقديم. فزيناهم بواحد شويه ديال القطع ديال الحامض مصير وبالزيتون اللي هو زيتون مسلله. تنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. دمتم بخير والى فيديو قادم باذن الله تعالى.